حبايب قلبي، أبطال المستر الفلاح وحوش الإعدادي، وحشتوني كتير. I miss you. أنا أفتقدكم كتير يا إعدادي يا حبايب المستر. طبعا الحلقة اللي فاتت اتفرجنا على chapter 1 الفصل الأول في القصة. النهاردة هندخل مع بعض على chapter 2، بس قبل ما ادخل على chapter 2 عايز افكرك ان اسم القصة ايه؟ The Magic Classroom، الفصل السحري. قلنا الحصة اللي فاتت ان The Magic Classroom الفصل السحري filled with مليان floating puzzle الغاز عايمة shining books كتب لامعة magical clues مفاتيح سحرية filled with مليانة floating puzzle shining books magical clues floating puzzle shining books magical clues. قلنا ان سارة is always، زين is always، عمر is sometimes. سارة is always، زين is always، عمر is sometimes. سارة is always eager to learn. زين is always calm and kind. Omar is sometimes shy and nervous. قلنا كمان يا أبطال The Magic Classroom في 3 تحديات. The first challenge, the second challenge, the third challenge. The first challenge, the second challenge, the third challenge. قلنا the first challenge التحدي الأول كان عبارة عن صندوق مقفول the lock box. التحدي الثاني اللي هناخده النهاردة the second challenge the invisible bridge. أما التحدي الثالث اللي هناخده الحلقة الجاية the final challenge the third challenge اللي هو the book on crystal stand. ده كان مراجعة سريعة على chapter 1 والقصة كلها. تعال نشوف ايه قصة الكوبري بتاع النهاردة. Let's start. اسم القصة للمرة الرابعة The Magic Classroom الفصل السحري. The Magic Classroom الفصل السحري. عنوانه ايه الفصل الثاني؟ The Power of Unity، قوة الاتحاد قوة. The Power of Unity. كلمة Unity الاتحاد بتساوي team work العمل الجماعي، خدناها الحصة اللي فاتت. team work برضو بتساوي collaboration التعاون. team work collaboration unity. طيب curiosity الفضول، responsibility المسؤولية، honesty ممكن أزود كلمة النهاردة unity الاتحاد. unity curiosity responsibility honesty collaboration teamwork respect. الكلمات دي لازم تجيلك في الامتحان ولازم تجاوب إجابتك منها. تعال نخش على التحدي الثاني. The next time The student الطلاب
كلمة هامة لازم تعرفها. the student الطلاب. the student الطلاب enter دخلوا. طبعا الحلقة اللي فاتت كانوا خلاص they unlock the mysteries فتحوا الغموض. they unlock the books وفتحوا الصندوق. دلوقتي enter دخلوا باب جديد. the magic classroom was more difficult كانت أصعب. إذن يسألك في الامتحان how was the second challenge كيف كان التحدي الثاني؟ هتقول لي the second challenge التحدي الثاني بتاع الكوبري was more difficult كان أصعب. ليه كان صعب ليه؟ in front of the children أمام الطلاب. يعني إيه in front of؟ أمام. in front of خدناها كتير في الابتدائي. يعني إيه in front of؟ أمام. in front of the children أمام الأطفال was an invisible bridge. كوبري مش متشاف، كوبري غير مرئي. an invisible bridge. يجي لك سؤال في الامتحان how was the second challenge كيف كان التحدي الثاني؟ كان أخباره إيه؟ هتقول لي the second challenge was more difficult كان أصعب من التحدي الأولاني. why لماذا؟ why was more difficult ليه كان أصعب؟ because علشان in front of the children was an invisible bridge. in front of the children was an invisible bridge. in front of the children was an invisible bridge. عشان قدام الطلاب كان في كوبري مش متشاف. invisible bridge. بعد كده a glowing sign read ظهر يافطة. اليافطة دي بتلمع. خدنا الحصة اللي فاتت الباب اللي بيلمع اسمه glowing door والكتب اللي بتلمع اسمها shining books. إذن glowing هي shining. خدنا الحصة اللي فاتت كلمة sign. خدنا الحصة اللي فاتت كلمة message رسالة. كان في رسالة مكتوبة على الحيطة a message on the wall. أما المرة دي الكوبري ما كانش مكتوب عليه message كان متعلق عليه يافطة sign. ركز الكوبري invisible bridge كان معمول عليه sign يافطة. يعني ايه sign؟ يافطة. يعني ايه sign؟ يافطة. الكوبري invisible bridge كان متعلق عليه sign يافطة. sign. انت فاطر ولا sign؟ انا sign. انت فاطر ولا sign؟ انا sign. sign يعني يافطة. glowing shining بتلمع. اما الحلقة اللي فاتت هما بيفتحوا الصندوق ما كانش فيه يافطة sign ده كان فيه message on the wall رسالة على الحيطة. الكوبري كان متعلق عليه يافطة حديد sign بتقول ايه؟ only those with respect الناس المحترمة بس respect احترام ambition وعندهم طموح courage وشجاعة can cross هيقدر يعبر ويبص. only those with respect ambition and courage can cross. only those with respect ambition and courage can cross. only those with respect ambition and courage can cross. ارجع لي كده الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت كان يقول لك a message on the wall الحيطة اللي كانت مكتوب عليها رسالة. الرسالة كان متعلقة على الحيطة ايه؟ الحلقة اللي فاتت
only those. only those. برضو الرسالة بتاع النهاردة برضو بتبدأ ب only those. only those. إذن الرسالة مسج بتبدأ ب only those. واليافطة sign برضو بتبدأ ب only those. طب يا مستر، هي الرسالة بتاع الحلقة اللي فاتت، الرسالة بتاع الحلقة اللي فاتت كانت بتقول ايه؟ تعال نفتكرها كده مع بعض. only those. بيسألك في الامتحان ايه المسج on the wall؟ ايه الرسالة اللي كانت على الحيطة؟ برضو كانت بتبدأ ب only those. بص كده، بص كده بيقول لك ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ only those who collaborate and stay curious can unlock the mysteries. Only those who collaborate and stay curious can unlock the mysteries. Only those who collaborate and stay curious can unlock the mysteries. Only those who collaborate and stay curious can unlock the mysteries. طيب ايه بقى اليافطة اللي على الكوبري بتقول ايه بقى؟ only those with respect, ambition and courage can cross. عشان تعبر الكوبري لازم يكون عندك 3 حاجات. 1 2 3. عشان تعبر الكوبري لازم تكون محترم. respect، تحترم زمايلك. ambition، عندك طموح. ambition، عندك طموح وفضول. curiosity. عشان تعبر الكوبري لازم يكون عندك courage، شجاعة. courage، شجاعة. ساعتها كروس تعبر وتبص. واحد يقول لي يا مستر انا ملاحظ حاجة، يا مستر انا ملاحظ حاجة، انت بتقول عشان تعبر الكوبري لازم تكون ambition، عندك طموح، زي البنوتة اللي اسمها سارة. سارة is always eager to learn، عندها طموح تتعلم. ولازم يكون عندك courage، شجاعة. عمر is sometimes shy and nervous. عمر دايما خجول ومش شجاع، بس عمر صديقه زين هيديله كارج، شجاعة. عشان تعبر الكوبري لازم يكون عندك respect، احترام. وزين is always calm and kind. إذا الشجاعة كارج هتبقى عند عمر. إذا ريسبكت، الاحترام، عند زين. إذا امبيشن، الطموح، عند سارة. الله يا مستر احنا ما كناش واخدين بالنا فعلا. only those with respect, ambition and courage can cross. only those with respect, ambition and courage can cross. طيب تعالى نلون سارة باللون البينك. سارة اهي، ادي سارة. تعالى نشوف كلام سارة قالت ايه. تعالى نشوف سارة قالت ايه، وبعد كده زين نلونه، نشوف زين قال ايه. نشوف زين قال ايه. وبعد كده نشوف عمر قال ايه. عمر اللي دايما خايف. تعال نشوف كل واحد بلونه. خلي بالك كل شوية اقول لك a message on the wall، رسالة على الحائط. a sign on the bridge، يافطة على الكوبري. في فرق. طيب تعال نبدأ بسارة. سارة thought for a moment. سارة فكرت كده لحظة. moment. سارة thought for a moment. سارة كده سرحت وفكرت في لحظة وقالت ايه؟
respect الاحترام، ambition الطموح، courage الشجاعة. يعني ايه courage؟ شجاعة. يعني ايه ambition؟ طموح. يعني ايه respect؟ التلاتة دول هنعبر بيهم. سارة thought for a moment. respect means معناه يا حسين we listen and care for each other. ما هو معنى الاحترام؟ respect means الاحترام معناه الاحترام معناه ambition means والطموح معناه courage means والشجاعة معناها. إذن في 3 تعريفات هنا. means respect means الاحترام يعني، ambition means والطموح يعني، courage means والشجاعة تعني. respect means الاحترام معناه we listen إن احنا نسمع بعض، احترمني واسمعني. we listen and care for each other ونعتني ببعضنا الآخر. طب زين الولد الشجاع اللي اسمه زين قال ايه؟ ambition means الطموح معناه we believe in our success إن احنا نؤمن بنجاحنا. يعني ايه believe؟ يؤمن، هتقابلك في المنهج. ويعني ايه success؟ نجاح. respect means we listen and care for each other. ambition means we believe in our success. courage means we try even when we are scared. try انك تحاول حتى وانت مرعوب. يعني ايه even؟ حتى. try حاولي يماي even when we are scared حتى لو انت مرعوبة حاولي. طبعا ده عمر اللي بيقول لانه يشعر بالخجل دائما. respect means we listen and care for each other. ambition means we believe in our success. courage means we try even when we are scared. respect means we listen and care for each other. respect means we listen and care for each other. ambition means we believe in our success. ambition means we believe in our success. we believe in our success. courage means we try بحاول يا ماي even when حتى لما when we are scared حتى لما نكون مرعوبين. مهمة جدا التعريفات ال3 ويا ريت لو مش عارف تحفظ اتفرج على الفيديو تاني. طيب بيقول لي ايه بقى؟ They stepped onto the invisible bridge. داسوا على الكوبري اللي مش متشاف. They step يعني خطوة، يعني درجة سلم أو خطوة. They step داسوا. They step onto the invisible bridge. تخيل كده إنك تدوس على كوبري أنت مش شايفه أصلا. طيب كان حالهم عامل إزاي؟ holding hands ماسكين ايد بعض. holding hands and encouraging one another وبيشجعوا الآخر. ماسكين ايد بعض holding one hands encouraging one another وبيشجعوا الآخر. holding hands encouraging each other. holding hands encouraging each other. عدوا الكوبري، عمر وسارة وزين مسكوا ايد بعض ويلا نشجع بعض encourage.
holding hands and encouraging one another. الجملة اللي جاية حلوة قوي. بيقول لك ايه؟ كل لما يقولوا كلمة لطيفة لبعضهم الكوبري بيظهر. سارة قالت كلمة جميلة. مثلا سارة قالت ايه؟ يا جماعة احنا لازم نحب بعض، فتلاقي الكوبري بيسمعها يروح ظاهر. زين يقول كلمة حلوة، يقول مثلا أنا بحبكم يا أصحابي، تلاقي الكوبري appear يظهر. إذا مع كل كلمة حلوة بتتقال الكوبري بيظهر. بص كده، every kind word كل كلمة طيبة they spoke بيقولوها and every brave step وكل خطوة شجاعة بيخطوها they took يأخذوها made the bridge appear slowly بتخلي الكوبري يظهر ببطء appear slowly under أو beneath their feet تحت أقدامهم. طيب when عمر hesitated، طبعا عمر قلنا عمر اللي دايما بيبقى متردد وخايف. when عمر hesitated لما عمر تردد وخاف hesitate يتردد بره البيت hesitate ما تخافش يا عمر يا ريت. when عمر hesitated لما عمر خاف وتردد his friends cheered on him شجعوه reminding him فكروه بإيه؟ he wasn't alone انت مش لوحدك يا عمر. لاحظ ان كلمة appear يظهر يا سمير اتكررت مرتين النهاردة. appear. تعال نقرأ السطرين الأخضر والأصفر لأنهم صعبين شوية بس مهمين. every kind work they spoke every brave step they took every kind word they spoke and every brave step they took every kind word they spoke and every brave step they took every kind work they spoke and every brave step they took. مع كل كلمة حلوة هم قالوها، مع كل خطوة شجاعة هم عملوها. اللي بيحصل made the bridge appear الكوبري يظهر يا سمير slowly ببطء beneath their feet تحت رجليهم الكتاكيت. when عمر hesitate لما عمر خاف وتردد بره البيت his friend cheered him reminding him شجعوه reminding him فكروه ايه؟ he wasn't alone انت مش لوحدك يا عمر. يجي لك سؤال في الامتحان how did the bridge appear كيف ظهر الكوبري يا سمير؟ لو عايز إجابة مختصرة هتقول بواسطة collaboration التعاون teamwork العمل الجماعي respect الاحترام courage الشجاعة ambition الطموح. طب لو عايز جملة أحلى أهي every kind word they spoke and every brave step they took made the bridge appear slowly beneath their feet. Every kind word they spoke, every brave step they took, every kind word they spoke, and every brave step they took made the bridge appear slowly beneath their feet. Made the bridge appear slowly beneath their feet. تحت رجليهم beneath.
when عمر hesitate لما عمر خاف يا ريت his friend أصحابه عملوا حاجتين cheered him شجعوه reminding him وفكروه cheered him شجعوه reminding him وفكروه he wasn't alone انت مش لوحدك يا مجنون he wasn't alone السطرين دول مهمين جدا اللي انا غنيتهم at the end of الكلمة دي مهمة هتجيلك في كل صف في الثانوي وفي الإعدادي اسمها في نهاية مهمة جدا ثانوي وإعدادي at the end of the bridge في نهاية الكوبري بريدج at the end of 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 the bridge في نهاية الكوبري بريدج إيه اللي حصل؟ في نهاية الكوبري إيه اللي حصل؟ A golden door appear with a message ظهر رسالة تانية مكتوبة على الباب الذهبي ركز الحلقة اللي فاتت قلنا إن كان في مسج رسالة on the wall على الحيطة دي كانت في الصندوق on the wall على الحيطة أما الكوبري هو الوحيد اللي اتكتب في أوله ساين يافطة وفي آخره مسج رسالة أول الكوبري كان فيه ساين يافطة وفي آخر الكوبري فيه مسج رسالة الرسالة بتقول لهم مبروك perseverance يعني المصابرة والتحمل بتقول لهم perseverance يعني ايه perseverance المصابرة والتحمل perseverance opens المصابرة والتحمل والعزم والإصرار every door never give up لا تستسلمون الله على الرسالة السهلة perseverance قسمها كده perseverance انتوا عندكم إصرار وعزيمة perseverance opens every door إصراركم وعزيمتكم اللي فتحوا لكم كل الأبواب never give up لا تستسلمون never give up لا تستسلمون أمال اليافطة اللي كانت على أول الكوبري كانت بتقول إيه ساين only those with respect ambition and courage can cross perseverance opens the door never give up لا تستسلمون ما تنساش إن الكوبري هو الوحيد اللي عليه رسالتين رسالة يافطة ساين في أول الكوبري ورسالة مسج في آخر الكوبري بتقول perseverance إصراركم وعزيمتكم opens every door فتحت كل الأبواب never give up لا تستسلموا طيب الكوبري ظهر تحت رجليهم بس لسه ما عدوش الباب قلنا ان هم غنوا بعد ما غنوا الكوبري والباب اتفتح بيقول لي ايه هنا the team try يحاول يماي many ideas أفكار جيدة الفريق عمل أفكار وحاول جرب ولكن nothing worked مفيش حاجة اشتغلت معاهم hours passed الساعات عدت hours خدوا ساعات عبال ما الباب يتفتح في نهاية الكوبري they refused to quit رفضوا الاستسلام تعال لي بقى في الجملة دي كده refuse to quit كلمة refuse to quit يرفض الاستسلام بتساوي never give up لا تستسلم
إذن كلمة give up بتساوي quit. give up بتساوي quit. never give up، لا تستسلم. never give up، لا تستسلم. never quit، لا تستسلم. طبعا كلمة refused يرفض، الكلمة دي مهمة جدا في الثانوي والإعدادي. يعني ايه كلمة refused؟ يرفض. they refused to quit. they refused to give up. رفضوا يستسلموا، ورفضوا ان هم يستسلموا في اي شيء. finally، وفي النهاية. finally الكلمة دي مهمة في تالتة إعدادي وتانية إعدادي، هتجيلك كتير قوي. أما تيجي تنهي الموضوع أو الباراجراف بتقول إيه؟ finally، وأخيرا. عمر whispered. عمر whisper يعني قال بصوت منخفض. whisper يعني عمر شاوشهم. whisper. عمر whisper. في حاجة غريبة قوي في السطر ده، حد ملاحظها؟ إن عمر هو اللي دايما خجول ومكسوف. تخيل إن عمر الخجول وعمر المكسوف هو اللي هيجيب لهم الحل بتاع الكوبري. سبحانك يا رب. يعني البنوتة سارة اللي هي is always eager to learn، دايما بتحب التعليم. والولد زين الذكي محدش عرف يحلها الا عمر الخجول. عمر whisper. عمر همس كده وشاوشهم في ودنهم، قال لهم ايه؟ ادي الحل يا باشا. ازاي عدينا الكوبري اهو. let's sing together، هيا نغني سويا. let's sing together يعني ايه let's sing together؟ هيا نغني سويا. maybe unity is the key، ربما الاتحاد هو السر. maybe unity is the key. maybe unity is the key. البي دي اف تقريبا علق، تعال نخرج منه مرة وندخل عليه تاني. عمر whisper. عمر بيهمس في ودنهم، قال لهم maybe unity is the key. let's sing together، هيا نغني معا. عمر whisper. عمر يهمس. عمر whisper. عمر شاوشهم وقال لهم ايه؟ let's sing together. maybe unity is the key. maybe unity is the key. اتحادنا هو المفتاح. let's sing together، هيا نغني للكوبري. let's sing together. maybe unity is the key. بالفعل they sang غنوا مع بعض. and slowly the golden door opened، الباب الذهبي اتفتح. they sang غنوا. the golden door opened، الباب اتفتح بعد ما غنوا. they clap سقفوا من الفرحة. and laugh وضحكوا من الفرحة. proud فخورين. proud of their teamwork، كانوا فخورين بالعمل اللي عملوه. عمر whisper. let's sing together. maybe unity is the key، ربما الاتحاد هو المفتاح. عمر whisper. let's sing together. maybe unity is the key. عمر whisper. let's sing together. maybe unity is the key. they sang. the golden door open. they clap and laugh.
proud of their teamwork. They sang, the golden door open, they clap and laugh, proud of their teamwork. They sang, the golden door open, they sang, the golden door open, they clap and laugh, they clap and laugh, proud of their teamwork. أتمنى الفيديو ده تتفرج عليه تاني، وأتمنى تراجع على chapter 1. باي باي.